سنة 1972 يعني قبل حرب أكتوبر بسنة واحدة بس كانت الدنيا مقلوبة في القيادة المصرية ومفيش حاجة مستقرة بالمرة، لأن معظم تحركاتنا كانت مرصودة من الجيش الإسرائيلي. لأن مين اللي مزودنا بأجهزة الاتصال اللاسلكية؟ الجيش الأمريكي. فبما إن الجيش الأمريكي هو اللي مزودنا بأجهزة الاتصال اللاسلكية فكان لازم يراقبها. عشان كده الجيش المصري كان متراقب تقريبا ال 24 ساعة في ال 24 ساعة، فما كانش عارف يخطط لأي حاجة، وده كان عامل أزمة كبيرة جدا. وسط ما الدنيا دي كانت مقلوبة كان في اتنين ضباط راكبين عربية في إحدى وحدات الجيش، وكانوا بيتكلموا عن نفس الموضوع، ان القياده المصريه متراقبه وان الجيش المصري متراقب وان احنا مش عارفين نعمل حاجه. فاسمعهم عسكري نوبي بسيط، وبالمناسبه ده كان السواق بتاعهم ساعتها، قال لهم يا فندم انا عندي الحل، وهو ده اللي فعلا يضع سره في اضعف خلقه. انتوا مش عايزين تتكلموا في اجهزه الاتصال اللاسلكيه من غير ما الجيش الاسرائيلي يشم خبر عن اي حاجه؟ فالظباط ردوا عليه وقالوا له ايوه بس ده انت هتعمله ازاي؟ قال لهم يا فندم بسيطه جدا، احنا عندنا في لغه في النوبه محدش بيتكلمها غير اهل النوبه، ومحدش بيعلمها غير لاهل النوبه. انت مش مدرك ايه هي اللغه النوبيه؟ فاللي غنى بيها محمد منير اه يا شمندوره من جناه فال النسكي من جناه سجري لا دا وانما فوق اللاسكي وانما. تخيل بقى يعني الجيش الاسرائيلي بيسمع الكلام ده في اللاسلكي. والفكره فعلا عجبتهم وراحوا عرضوها على الرئيس السادات والفريق سعد الدين الشاذلي، واللي بدورهم طلبوا استدعاء العسكري النوبي ده عشان يتكلموا معاه. ولما رئيس السادات اتاكد من مصداقيه العسكري النوبي طلب ساعتها من العساكر النوبيين الموجودين جوه الجيش ان هم يعلموا اللغه النوبيه لكل وحدات الجيش، عشان تيجي ساعه الحرب والعدو الاسرائيلي ما يفهمش ولا كلمه من اللي كانت بتتقال في اللاسلكي. الطيار كان يبقى طاير في السماء ويقول زيمباوي فتلاقي برج من المراقبه اتضرب. دي كانت واحده من اقوى الخدع الاستراتيجيه اللي استخدمها الرئيس السادات وقيادات الجيش في انهم يخدعوا العدو الاسرائيلي. لانك تخيل معايا لو الجيش المصري كان بيتكلم باللغه بتاعته او باي لغه في العالم كان هيبقى مفقوس جدا، ما كانش هينفع ان الجيش ينسق مع بعضه وقت الحرب. والسؤال هنا بقى يرجع ليكم، هل كنتوا شايفين ان احنا كنا ممكن نتكلم اي لغه في العالم وكانت تمشي في الحرب؟ والسؤال بمعنى تاني، هل ممكن كنا نستخدم اي لغه غير اللغه النوبيه ما كانش العدو هيعرف يفهمها؟